المهمات هما اساس الحياه اخويا. هما كل شيء. هما ديال العشره في الصراحه، فهمتي، والمعقول. ما تلقاش معاهم شي مشكل في الصراحه. واش الابطال تزلل على المهمات؟ راه بحال قانون باريطو، راه 80% فطري و20% مكتسب. هو دينا الاجر شيامات، ورينا للدراري العوينه منين يشربوا، ووريناهم كيفاش يعيشوا ويستمتعوا بالحياه مع هاد الخامات. كاين اللي منهم تزوج بساطه كبر منه، وراه غيشوفوا هاد الفيديو ويبتسموا حيت عايشين بخير والحياه الزوجيه ديالهم ناجحه. راه قبل ما تقلب على مهمه، شوف انت واش ناضج بعدا، ولا كنتي غتحصر المراه غير في الجسد ولا التبرتيش، ولا عندك ديك الفكره الخرزيه ديال انها تكون لاباس عليها والعاقه مشبحه وتعيش بحال العاهر معاها. راك رعواني وعندك السمن بلاصه الماده الرماديه، وبسبب هاد التفكير ما غاديش تشد ساطه من هاد الفئه، لان التفكير عندك عامر شوائب وباقي المكتسبات عندك مفرشخين، وخصك تحيد التخت والخرطي من دماغك. وقبل ما ندوزو للطريقه، ما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك ولا ديسلايك وتخليو شي كومنت. دخل الفيسبوك وغادي تمشي تقلب في الصفحات اللي سبق لي ذكرت في الفيديو اللي قبل، بحال ديال تعليم طريقه الطبخ او كيفيه الحفاظ على الرشاقه والجمال او الاعمال الخيريه، فاش كاع داكشي اللي متعلق بالنساء. دخل ضرب فيهم دويره في البوستات، غادي تلقى باللي المهمات كيديروا كومونتيرات، وغادي تبقى تعزل. اللي عجباتك صيفط ليها انفيتاسيون. فاش تقبلك شي وحده عندك تمشي تقول ليها السلام خالتي ولا السلام الزين، غادي تعورها. خاصك تبان بعقلك. غادي تدخل ضرب طليله في الكونت ديالها، نورمالمون غادي تلقاها مبارطاجيه شي حاجه عندها علاقه بالخير ولا ديال الصحه، ولا غادي تلقاها كتدافع في شي بوست على المراه وباللي ممنوع العنف ضد النساء. هنا انت غادي تدخل ودير ليها شي كومونتير اللي يحاول يجذبها، وفي نفس الوقت تحس بيك باللي انت راك في صفها. قول ليها وي راه حشومه تضرب المراه حيت هي نعمه خاصنا نحافظوا عليها ونتهلاو فيها، ماشي ضروري تكتب هادشي اللي قلت لك. انا عطيتك الطريقه وانت تفنن في طريقه الكلام ديالك. الشي الا طبقتي هادشي كامل كون متاكد 100% باللي غادي تهضر معاك شي وحده، والا جاوباتك عرف باللي طبقتي هادشي بالحذافير ديالو.